وبشر الصابرين. الله سبحانه وتعالى لما قال وبشر الصابرين هالآية العظيمة ما قالها لعبث حاشاه سبحانه، قالها لأنه يعلم بأن الصبر رحلة طويلة شاقة متعبة، تصبر على الابتلاء وما تدري شنو سبب هذا الابتلاء، تصبر على الهم وما تدري متى الفرج، تصبر على الدعوة اللي انت دعيتها لسنوات طويلة وما تدري أساسا متى راح يستجاب لهذه الدعوة، تصبر على المرض وما تدري أساسا متى بيجيك الشفاء، تصبر على الرزق اللي انت قاعد تسعى له وما تدري أساسا متى راح تبطل لك بيبان الله سبحانه وتعالى. فكرة الصبر أساسا صعبة جدا واختبار صعب على النفس، فعشان كذي الله سبحانه وتعالى طبطب علينا وبشر الصابرين. فاللهم بحجم ذاك الصبر الذي صبرناه ارزقنا بفرحة نخر لها ساجدين.